السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. رجعنا وياكم فيديو جديد. اليوم راح اسوي وياكم برياني الدجاج الهندي. طبعا هنا عندي قطع دجاج منزوعة الجلد، عندي بصل مفروم ناعم، وهنا عندنا شرايح البصل، معدنوس، بطاطا، طماطة، عندي هنا فلفل حار، كزبرة، وهنا عندي الثوم واللبن، ملح. عندنا هنا صبغة الزعفران وهيل وأعواد دارسين وورق الغار. وهنا حبايبي راح انزل الزيت زين، وراح انزل البصل واحمسه كل زين، اظل احمس بالبصل لحد ما يتغير لونه ويتكرمل عندنا. وهنا حبايبي بعد ما حمس عندنا البصل راح انزل الثوم واحمسه وياه، انزل الفلفل وهم نحمسه سوا زين. واهم شي هاي يعني الحمسه مالته اهم فقره بالبرياني. وهنا راح اضيف الطماطه واحمسها وياهم، نقليهم سوا زين. وهنا نضيف البطاطا، طبعا البطاطا اختيارية، تريد تضيفوها تريد ما تضيفوها عادي زين، او اي خضار اذا تحبون تضيفون يعني عادي ماكو مشكلة. هنا أنا راح انزل الدجاج، واهم شي الدجاج يكون منزوع الجلد حتى يعطينا طعم طيب زين، واتركه يحمس. وهنا حبايبي بعد ما حمس عندي الدجاج انزل ورق الغار وعود الدارسين والهيل، ننزلهم سوا، وننزل الكركم كمون زين. وهنا عندي الكزبرة راح انزلها واحمسهم سوا. هنا راح انزل فلفل وننزل اللبن ونخلطهم سوا. وهنا حبايبي راح نضيف المعدنوس، طبعا هاي كلش مهم نضيف المعدنوس للبرياني زين. وراح اضيف المي، طبعا مي بس يغطي الدجاج. وهنا حبايبي ضفت الملح طبعا، وغلى عندي الدجاج. هنا راح اغطيه واتركه تقريبا ساعة لحد ما ينضج الدجاج وارجع لكم. وهنا حبايبي نضج عندي الدجاج وصار عندي بهالشكل هذا. راح انزل عليه الرز الابيض، طبعا هذا الرز اني بس غليت مي وملح ونزلته لحد ما استوى. طبعا ما يستوي حيل، لا تخلوه يستوي حيل لان هو راح يكمل استوى ويا الدجاج. وهنا حبايبي راح انزل منقوع الزعفران والزيت ونغطي عليه، وراح اتركه الى ان يتهدر وارجع لكم. وهنا حبايبي جهز عندي البرياني، صبيته وصار عندي بهالشكل هذا. طبعا هنا راح اضيف شرايح البصل، هاي بس خليت لها طحين وقليتها بالزيت الحار، وها هي طبعا لازم تضيفوها للبرياني تنطيكم طعم كلش طيب. وهنا راح ازينها بالبقدونس. وهنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، طبعا اتمنى يعجبكم، ولا تنسونا باللايك والاشتراك. مع الف سلامة.